وزي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر، والنهارده هنا في سهره رمضانيه واجواء ممتعه من ملعب السلام اول، ومعانا نجم مختلف عن العاده وهو رئيس قطاع نادي السلام اول وعضو لجنه دوري ابطال مصر الكابتن محمد علاء. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا سنة كنا عايزين النهارده بقى تهنئ اول حاجه الشعب المصري مناسبه رمضان، تقول لهم ايه؟ طبعا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى اسركم الكريمه، وان شاء الله يكون شهر مبارك علينا كلنا باذن الله. شايف ما شاء الله اجواء سهرات رمضانيه ممتعه، يمكن الملعب هنا خلال الفتره اللي فاتت امبارح والنهارده تاني يوم ما شاء الله اجواء مميزه، مدربين لاعبين اولياء امور. لو عايز تقول رساله الاول للمدربين واولياء الامور لملعب السلام اول تقول لهم ايه؟ اولا طبعا يعني انا مش انا هتكلم كلام انت اكتر حد عارفه كابتن ابو جريشه، بما انك طبعا احد ابناء النادي هنا، عارف الحمد لله مركز شباب السلام اول دايما فاتح دراعاته لكل الرياضيين ولاعيبه الكوره اللي موجودين في مدينه السلام واللي من بره مدينه السلام. دوري ابطال مصر عامل حاله جميله جدا جدا، ودي مش جديده عليه، عامل حاله جميله من التنافس الشريف بين البراعم والناشئين في المركز هنا. في سهرات رمضانيه بدات امبارح ومكمله معانا لغايه اخر الشهر ان شاء الله، ومنافسات جميله عشان تقدر تخرج ان شاء الله ابطال نفتخر بيهم. ما شاء الله شايف اقبال كبير جدا على دوري ابطال مصر، يمكن الدوره الرمضانيه شارك فيها 192 فريق في جميع الاعمار. ملعب السلام بيحتضن كل البطولات دي. طبعا بنوجه الشكر للكابتن محمد علاء على المجهود المبذول خلال الفتره اللي فاتت في نجاح وتطور دوري ابطال مصر. حابين نعرف انطباعك بقى عن ايه، عن كواليس بقى ماتشات امبارح. يمكن امبارح عملت مباراه كانت كويسه جدا واجواء ممتعه، احكي لنا الاجواء بتاعتك بتبقى عامله ازاي، بتوجه اللعيبه بتقول لهم ايه؟ بص انا عايز بس في حاجه كده يعني مش والله مش بقولها رياء ولا نفاق، بس فعلا دوري ابطال مصر من البطولات القليله جدا في مصر اللي بيكون هدفها مش الربح، وده بيجمع اكبر عدد ممكن من الاكاديميات ومن الانديه اللي بتخش في المنافسه معانا، لان طبعا الموضوع بما انه مش مادي مش هدفه الربح، فبالتالي بتجمع عدد كبير جدا بيبقى موجود معانا. فالحمد لله البطوله بتضم فرق قويه على اعلى مستوى بتنافس، لذلك انا داخل يعني احنا السلام اول هنا داخل بحوالي 5 فرق بالاعمار المختلفه بتاعتهم، والحمد لله في كل فرقه بتدخل بتبقى منافسه قويه جدا، كل بطوله المرحله السنيه بتاعتها بتبقى منافستها قويه جدا. فلذلك كل ماتش زي ما انت شفت امبارح كده بيبقى ماتش قوي، كل ماتش قوي. ماتش ال 2013 امبارح مع نادي السكه الحديد كان ماتش قوي جدا، خلص 3-2 وكانت مباراه جميله جدا، كل الناس اللي كانت موجوده استمتعت بيها. ماتش الكبار بتاع ال 2005 كان ماتش قوي جدا مع اكاديميه النجوم، كانت عامله حاجه جميله جدا، وفرقه كان ماتش فيه سجال كده رايح جاي، تنافس جميل بين الفرقتين. فالحمد لله يعني هو دوري ابطال مصر احنا بنتشرف طبعا، احنا هنا اداره المكان هنا بنتشرف بوجودكم معانا. زي ما اتفقنا احنا بما انكم مش هدفكم الربح، فبالتالي انتوا عاملين حاجه جميله جدا انا بشكركم عليها، ده الهدف ان انت تقدر تطلع لعيبه كويسه من خلال المنافسات القويه. لو هتوجه رساله النهارده بقى للاعبين لاولياء الامور اللي بيجوا الصندوق خلال كل مباراه، امبارح يمكن حتى كنا جايبين مقتطفات وكواليس من اجواء اولياء امور السلام، اعرف ان هم من ضمن اولياء الامور المتفاعلين جدا، توجه لهم رساله النهارده تقول لهم ايه؟ اولياء الامور دول اللعيب رقم 1، ودول زي ما بيقولوا كده البهارات بتاعه الماتشات، يعني دول اللي بيحلوا الماتشات. ماتش مهما كان قوي ومهما كان المستوى فيه عالي، لو مفيش جمهور بتحس ان هو ماتش ميت. انما الحمد لله انت امبارح شفت يا كابتن ابو جريشه، امبارح كانت الجمهور كان مالي المدرجات، اولياء الامور كلهم، كانت حاله جميله جدا جدا، وده يعني عايز اقول ان هو بيتاثر باللعيبه فبيطلعوا اقصى ما عندهم. فنتمنى كل الماتشات يبقى على نفس المستوى بتاع امبارح كده ونفس العدد الجماهيري اللي كان موجود امبارح. طبعا من خلال الكابتن محمد علاء في اللقاء الجميل ده لن ننسى نوجه الشكر للقائد بتاعنا هو الكابتن حسين خضير رئيس مجلس اداره السلام اول على حسن تعاونه خلال دوري ابطال مصر ونجاحه، وشايف ان الكابتن حسين من ضمن يعتبر العناصر الاساسيه في نجاح دوري ابطال مصر. كابتن حسين خضير يعني يمكن انا شهادتي مجروحه فيه، بس انا عايز اقول ان كابتن حسين خضير ده زي ما بيقولوا كده ابو الشباب والرياضه هنا. ده الراجل ده يعني من زمن الزمان وهو بيطلع لعيبه كلها احنا بنشوفها في الدوري الممتاز دلوقتي والممتاز ب. كابتن حسين طبعا انا بوجه له الشكر، ويمكن انا اخر واحد ممكن اتكلم عن كابتن حسين عشان طبعا انا هتبقى شهادتي مجروحه فيه، بس كابتن حسين ده الطبيعي بتاعه ان هو دايما بيتبنى اي مشروع رياضي داخل مركز شباب السلام وبيدعمه وبيقف معاه وبيسانده. فيعني بشكره طبعا من خلال برنامج حضرتك كابتن ابو جريشه، وان شاء الله دايما منتظرين منه الكتير. لو شايف كنظره بقى للكابتن محمد كعضو في المركز في الدوري ابطال مصر، شايف النهارده يمكن دوري ابطال مصر ناقصه ايه نقدر نطور منه خلال الفتره الجايه؟
والله يا كابتن ابو جريش انا مش عايز اقول حاجه ناقصه، لان انا يعني انا شهادتي برضو فيكم مجروحه انتوا كمان، انتوا يعني انتوا برضو، انت كابتن ابو جريش ابن المكان وانا من اكتر الناس الداعمه لدوري ابطال مصر. فانا بصراحه انا مش شايف حاجه ناقصه، تغطيه اعلاميه على اعلى مستوى، مستوى فني على اعلى مستوى، وده السبب فيه ان زي ما قلت بكرر تاني، انتوا مش هدفكم الربح، فبالتالي عاملين حاجه جميله جدا جدا وتنافس روعه. لو توجه رساله النهارده بقى للاعبين كلها، لاعبين نجوم السلام، تقول لهم ايه؟ مهم جدا اللعيبه تعرف حاجه مهمه، الكوره مكسب وخساره. احنا بنشوف في اوروبا اللعيبه بتبقى خارجه خسرانه دوري ابطال اوروبا واللي خسران كاس عالم، وبيخرجوا يسلموا على بعض ويحضنوا بعض. الهدف من البطوله هو ان احنا نخرج لعيبه على اعلى مستوى، الاحتكاك ده هيعلي المستوى، هيفرق معاكم في انديتكم في مسابقات اتحاد الكوره، عشان نقدر ان شاء الله نشوف نجوم على نفس مستوى الجيل بتاع ابو تريكه وبركات ووائل جمعه وعصام الحضري من خلال الحاجات الصغيره دي. فانا يعني كل ناشئ او كل البراعم عايز اقول لهم الهدف مش المكسب والخساره، لا هو الهدف التنافس والاحتكاك القوي. سعيد بلقائي معاك كابتن محمد علاء، وشكر خاص ليك، وانتظرونا وتغطيه خاصه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر في سهرات رمضانيه مختلفه كل يوم وكواليس مختلفه. بالتوفيق. كل الشكر يا كابتن ابو جريش، كل الشكر يا كابتن.